إذا لمناقشة أبرز هذه العناوين ينضم إلينا من بريطانيا سعيد بن زديرة المستشار الإعلامي. بعد الترحيب بك سعيد، ربما نذهب مباشرة إلى الخبر وقضية الأرندي الذي يتبرأ من وزيره العايب بختي العايب، الذي بعد التصريحات الأخيرة يا ترى من ضغط على الوزير كما ذكرت أنت في صفحتك في الفيسبوك؟ من ضغط على الوزير للإدلاء بهذه التصريحات، أو كما قال هو: أنا في نهاية المشوار ولا أخاف من أحد إلا من الله. هل هذا صحيح؟ السلام عليكم، اسعد الله مساكم بكل خير. شكرا زميل عادل. موضوع الوزير بختي بالعايب يعني يبين الصراع الذي كان الى وقت قليل او وقت قصير كان خفي واصبح علني. الصراع في عالم السلطه. الوزير تعرض لضغوط كثيره ادت الى تفجيره لهذه القنبله. القضيه وما فيها هو انه المدعو كريم ابن قائد الأركان الفريق القايد صالح وعبر مدير أعماله حمزة مهدي. هو حمزة مهدي هذا معروف في ولاية باتنا، عنده مكتب ترانزيت اسمه سولي. أيوة. هذا المكتب هذا اللي هو يعني هو مكتب حمزة مهدي، لكن هو في الحقيقة مكتب كريم وليد قايد صالح. استورد او صنع قطع غيار بكميه كبيره في المغرب، في مصانع في المغرب، وصدرها الى اسبانيا عن طريق مكتب في اسبانيا اللي يعني اللي هو معروف اسمه رشيد. يعني قبل ان نذهب بعيدا سي سعيد، هل هذا شيء معروف، شيء ظاهر؟ هل لدينا ادله على هذا الكلام انه كلام جرائد وكلام فيسبوك؟ يعني انا نتكلم لك، نعطيك المعلومات اللي عندي. انا مسؤول على كلامي، مانيش مسؤول على شيخ اخر. انا نترك سالتني نعطيك المعلومات. نعم لا لكن باش نكونوا متاكدين فقط يعني. لا المعلومات صحيحه جدا وهي مؤكده من مصادر رسميه جدا وصلتني. وانا الان يعني دوري انني نبلغ الشعب. يعني الان الشعب اللي تبلغوا انتيا والمشاهدين لم يشوفون فينا الان يقولوا انه فيه صراع بين سعيد بوتفليقه والقايد صالح، واستعمل ابن القايد صالح كاداه للضغط. هذا ما فهمناه الان. خليني نشرح لك باش اذا كان تعطيني وقت نشرح لك باش الناس تفهم. جميل جدا. انا نسمعوا فيك سي سعيد. قلت لك قطع الغيار هذه تم تصنيعها في المغرب. نعم. بكميه كبيره اللي هي المبلغ نتاعها 350 مليار سنتيم. ايوه. وهذا القطع الغيار صنعها قلت لك اللي هو حمزه مهدي مدير اعمال كريم قايد صالح، وارسلها البضاعه هذه الى اسبانيا الى مكتب في كالفيا بجزيرة بالما. أيوة. المكتب هذا اللي في كالفيا بجزيرة بالما يملكه مهني رشيد، هو مدير المكتب. وصدر هذا البضاعة إلى ميناء برشلونة ومنها إلى ميناء الجزائر، الميناء سكيكدا يعني في الجزائر، ميناء سكيكدا. أيوة. على أساس أن قطع الغيار مستوردة من إسبانيا، لكن هي في الحقيقة مستوردة من المغرب إلى إسبانيا، ومن إسبانيا لأنها كلفت أقل سعر. وهذا القطع الغيار غير متطابقة مع المعايير الدولية التي تشترطها وزارة الدفاع في المناقصات، لأنه هذه قطع الغيار موجهة إلى مؤسسات وزارة الدفاع، لأنه كاين اتفاقية ما بين كريم يعني ممثل في حمزة مهدي ووزارة الدفاع هو اللي مولهم بقطع الغيار. إذا قطع الغيار هذه اللي استوردها من المغرب لا تتطابق مع المعايير الدولية. هو صدرها لإسبانيا، ومن إسبانيا جاءت إلى سكيكدا، واللي دخلها السلعة في سكيكدا هو فوداد يزيد. هذا رئيس مفتشية الجمارك، شيف دانسبيكسيون تاع الادوان في سكيكدا معروف فوداد يزيد. والسلعة دخلت رغم أنف الوزير، لأنه مصالح وزارة بختي بالعايب رفضت دخول السلعة
لأنها لا تتطابق مع المعايير المتفق عليها. يعني هذا الشيء كان صرح به الوزير، لكن الآن ربما يسأل المشاهد يعني واش من الذبانة قرصتهم هذو ناس القيادات في الأراندي للتبرؤ من الوزير، يعني لماذا؟ هذا هو السؤال. الآن الوزير لما حس أنه يعني بين قوسين تحقر، أنهم حقروه، هو رفض أنه تدخل السلعة ودخلوها فوق نيفو، اشتكى رئيس الحكومة الوزير الأول عبد الملك سلال، واشتكى إلى رئاسة الجمهورية يعني السعيد بوتفليقة، وقال لهم أنه أنا مانيش يعني بالمفهوم الدارج، أنا مانيش طرطور في الوزارة، يا إما نطبق القانون أنني رفضت تدخل هذه السلعة تدخل، يا إما أنا ما نقبلش. إذا استغلوها يعني كما نقولوا المنافسين او جناح السعيد بوتفليقه بصراحه استغل هذه القضيه وطلب من الوزير انه يعمل ندوه صحفيه ويفضح المستور. يعني هنا يبين انه فعلا فيه حرب بارده بين القايد صالح وبين شقيق الرئيس، لأن الناس الآن يتساءلوا ويقولوا أن الفساد مستشري في كل القطاعات بما فيها وزارة الشؤون الدينية. يعني لماذا اليوم بختي يوقف كريم قايد صالح من هذه العملية التي أصبحت متداولة في كل الموانئ الجزائرية؟ يا زميلي عادل، لا. الفساد متفشي بأكثر من 350 مليار، ممكن 350 مليون ولا مليار دولار، مش سنتيم. لكن قضية كريم مولاي مثل ما قلت هي قضية سياسية أكثر منها تجارية. جناح السعيد بوتفليقة استغل هذه الفرصة أنه يضرب جناح القايد صالح ويبين أنه كاين فساد. لكن المشكل أنه بختي بالعايد المحسوب على جناح الأراندي، طبعا هو عضو قيادي في الأراندي، عمل الندوة الصحفية وفجر القضية بدون استشارة مسؤوله الأول اللي هو أحمد أويحيى. وأحمد أويحيى طبعا تلقى ضغوطات وصارت مشاكل كبيرة على مستوى هرم السلطة، مما استدعى الناطق الرسمي باسم الأراندي أنه يتبرأ من الوزير وأنه يحمله مسؤولية تصريح بمعلومات سرية ومعلومات تمس يعني مصلحة الحزب بالدرجة الأولى ومصلحة الوطن والوزارة بالدرجة الثانية. لكن المسؤول المباشر لهذا الوزير هو عبد الملك سلال، ولم نسمع لعبد الملك سلام، لم نسمع له ركزة. ألا يكون هذه مسرحية من عند صديق شهاب ويحيى لربما هؤلاء تخندقوا إلى جهة، هم الآن يعني في مسرحية للتبرؤ من ذمة ليس بالعيد أو بالعايب، للتبرؤ من يعني ليربح رانا معاه. هذا هو الحكاية. لا هو شوف خلينا نكونوا متصارحين. عبد الملك سلال هو منسق كورديناتور وليس وزير أول ولا رئيس حكومة، هو يعني هو أقل من منصب وزير أول، هو كورديناتور منسق ما بين الوزراء ولا يحكم شيء. الحكومة الرسمية في الجزائر هي حكومة الظل الموجودة في قصر زيرالدا والتي يترأسها السعيد بوتفليقة شخصيا. كاين حكومة مكونة من حوالي 6 أو 7 مستشارين برئاسة الجمهورية، هم اللي يمثلوا الحكومة الرسمية وهم اللي قرروا. وماذا يشكل هنا قايد صالح؟ هل هو عائق لهذه الحكومة، حكومة الظل؟ نعم القايد صالح لا يعترف بهذه الحكومة الموازية والموجودة في زيرالدا، لا يعترف بها ولا يوليها أي اعتبار. هو يتعامل مباشرة مع عبد الملك سلال ويتعامل معه على أساس أنه مرؤوس، يتعامل معه على أساس أنه كابران وليس وزير أول. يعني عبد الملك سلال في نظرك هو منسق بين الوزراء وبين القيادة العليا في الجيش؟ بكل تأكيد هو منسق، لكن دعني نكون معك يعني أكثر وضوح. نعم. القايد صالح حاليا يعتبر نفسه أنه هو رئيس الجمهورية وهو الحاكم الفعلي الذي ينافس السعيد بوتفليقة. الآن كاين صراع ما بين السعيد وما بين القايد صالح من يحكم الجزائر. القايد صالح لاعتبارات شخصية، ممكن احتراما لعبد العزيز بوتفليقة كشخص وممكن وفاء له، لا يريد أن يفجر الصراع إلى العلن، لكن ينتظر في الوقت المناسب يعني بعد رحيل عبد العزيز بوتفليقة كشخص وسيظهر الصراع علنيا. إذا الصراع الآن من
يضحي بالآخر. السعيد بوتفليقة يحاول بكل الطرق أنه يزيح القايد صالح من المشهد السياسي ويحيل على التقاعد، لكن القايد صالح يرفض، ورفض أكثر من مناسبة أنه يتقاعد. لماذا يريد سعيد أن يزيح القايد صالح؟ هل هو الذي يريد أن يترأس الجزائر أو يخلف أخوه يعني؟ لا 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 لا، السعيد يعني أذكى من أن يطمح إلى منصب رئاسة الجمهورية. هو ذكي جدا، يريد أن يستعمل أشخاص ثانيين. مثلا يريد أن يستعمل أي اسم، وليكن مثلا الهامل أو طيب لوح أو مدلسي أو أي واحد من المقربين يعني من الحاشية. ولماذا يثق سعيد بوتفليقة في الهامل، أو يثق في شخص آخر ولا يثق في القايد صالح؟ لا، القايد صالح يعني في المنصب عريق، وهو أقدم من السعيد بوتفليقة وعنده نفوذه وعنده جذوره. أما الأسماء اللي ذكرتها مثلا الهامل أو طيب لوع أو كذا، هذو من صنيع السعيد هو اللي يصنعهم. يعني مثلا الهامل لم يكن شيء قبل وصول بوتفليقة. يعني لما نقول بوتفليقة يعني السعيد. الهامل في وقت اللي جاب بوتفليقة كان عقيد وكان غير معروف أصلا في المؤسسة العسكرية أو في الدرك. يعني اللي رجعوا لواء ورجعوا رجل قوي في الدولة هو السعيد، يعني هو اللي صنعوا. إذا عندنا هنا عندنا هنا قضية فساد تمس ابن القايد صالح. هل ننتظر في نظرك رد فعل من عند القايد صالح في قضية فساد أخرى تمس ربما أقرباء الرئيس أو شقيقه؟ لا تنتظر شيء. القايد صالح بصراحة يعني هو ماهوش من الذكاء، يعني ما تصورش أنه جنرال توفيق اللي يضرب تحت الطاولة، لا أبدا. القايد صالح إنسان مباشر، أعطى أوامر ليحيى وقيادة الأراندي أنها تتبرأ من بختي باللعيب، على أساس أنه في التغيير الحكومي القادم يضحيوا به يذبحوه، لأنه مدام الأراندي تبرأ منه. يعني الآن أصبح يعني رفعت عليه الغطاء الستار. لكن إذا كانت وسيلة ضغط من قبل شقيق الرئيس، يعني شقيق الرئيس يمكن الآن على ذكرك الطيب لوح يمكن استعمال وزير العدل في قضية مجابهة القايد صالح. لا يستطيع. لماذا؟ السعيد بوتفليقة لا يستطيع المواجهة بصفة مباشرة. أنا قلت لك استعمل بختي بالعايب اللي هو في نهاية مطافه، يعني في نهاية مساره المهني، استعملوا لضرب القايد صالح بدون استشارة يحيى، وبختي بالعايب هو دفع الثمن. أولا دفع الثمن. يعني احنا كنتيجة الآن نقولوا لكلام سعداني يعني بارود على الراس يعني. بارود على راسي، من 62 احنا في بارود على راسي. بارك الله فيك سي سعيد بن زديرة. حبيت نتكلم لك على قضية القطار، هذا اصطدام القطارين. يعني ربي يرحم الموتى وإن شاء الله الشفاء العاجل للجرحى. لكن يعني في هذه السكك الحديدية يعني لماذا هذا احنا قريت عنوان في النهار يقول لك أكثر من 200 سائق أصيب في هذه السكك الحديدية الجزائرية. لماذا يعني؟ شوف، هي في الحقيقة ما نستبقوش الأحداث، يعني ننتظروا نهاية التحقيق نعرفوا هل ترى المشكل يعني يدخل فيه بشري السائق الله يرحمه يتحمل مسؤولية أنه هو أخطأ، أم مشكل تقني يتعلق بالسكك الحديدية. لكن في الحقيقة خلينا نكونوا ثاني واضحين أنه السكك الحديدية فيها نقائص كثيرة لا تتوافق مع المعايير الدولية للأمانة للأمن والسلامة. والمطلوب من وزارة النقل يعني مراجعة هذا الملف بشكل جدي، لأنه هذه النقطة بالذات يعني في بودواو سبق وأن شهدت حوادث كثيرة، من بينها حادث 1996 المشؤوم كذلك. يعني كثير من سككنا الحديدية يعني تفتقر إلى يعني السلامة والأمن للاسف الشديد. ونتمنى مش فقط قطاع السكك الحديديه، حتى الطرق راك شايف الطريق السريع الشرق غرب فيه نقائص كثيره، وشفنا الصور على الفيسبوك وعلى حتى في القنوات في الجرائد. يعني كاين خلل كبير في قطاع النقل والمواصلات بالجزائر، ونترحموا على اللي توفوا في الحادث، ربي يرحمهم. عندنا عوده مولود حمروش رئيس الحكومه الاسبق أو السابق عبر الجامعة الصيفية
حزب جبهة المستقبل، لماذا هذا الحزب يعني؟ لا، هو كان مدعو في مثل ضيوف شرفيين، كان مدعو يعني كانت الجامعة الصيفية لحزب بالعيد عبد العزيز، وقدم له دعوة مثل الشخصيات، وأعطى له كلمة، والسيد مولود حمروش عبر عن رأيه والخطر. هو دائما يحذر من الخطر الذي يداهم كل مؤسسات الدولة، كل مقومات الدولة الجزائرية في ظل الفساد المتفشي. وقال بما أنه الآن الكلام يدور حول التربية، هو طلب أنه عدم المساس بمقومات الدولة من بينها قطاع التربية. يعني كلام منطقي وكلام يعني موضوعي، وكان لازم يقولوا، لأنه لو كان ما تكلمش مولود حمروش في هذه النقطة يعني يعتبر غير سياسي. لكن أنت كنت تزكي في واحد الوقت مولود حمروش، لكن ليس الآن. ماذا تغير في مولود حمروش؟ أنت كنت تقول أنه هو رجل المرحلة، لكن لم تعد تذكره كثيرا، لماذا؟ لا، ما زال نذكره حتى الأسبوع هذا. ذكرت أنه قلت علينا بمرحلة انتقالية تقودها شخصيات مستقلة من بينها مولود حمروش. مولود حمروش لماذا؟ لأنه مولود حمروش هو الرجل السياسي الوحيد المستقل الغير متحزب حاليا الذي يلقى قبول كل التيارات بما فيها قيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة بما فيها، لأنه هو قريب من الأفافات، قريب من جبهة التحرير، قريب من الفيس، قريب يعني من كل التيارات، من أولاد الشهداء لأنه هو ابن شهيد، وقريب جدا من أبناء الشهداء، من أبناء المجاهدين، من المجاهدين بصفته كمجاهد. يعني إنسان قريب من كل التيارات ومن كل الحساسيات السياسية في الجزائر، وبالتالي ترأسه لمرحلة انتقالية سيجنب الجزائر مخاطر كبيرة 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 جدا تنتظر الجزائر قبل نهاية 2017 للأسف الشديد. وما كنا نحذر منه قبل سنوات ونقول أن الجزائر ذاهبة من السيء إلى الأسوأ، من السيء إلى الأسوأ. ها هو أحمد أويحيى الرجل القوي في الدولة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية يحذر ويقول أن الجزائر مقبلة على أيام سوداء. لكن هذا الشخص هو أويحيى، بما أنك تتحدث على أويحيى، هو كان يصف هؤلاء أصحاب الجوازات الحمراء بما فيهم يعني الأيادي الأجنبية كما يصفهم، وكان يقول هذو دعاة فتنة ويتحدثوا عن الفساد ويريدون إثارة الفتنة في الجزائر. واليوم هل يعد هذا بالعايب يعني أحد دعاة الفتنة في نظرك؟ ويحيى ما عندوش مبدأ، ويحيى يطبق نظرية لا صداقة دائمة ولا عداوة دائمة في السياسة. هو يطبق هذه المقولة. بختي بالعايب كان من المقربين إليه، وكان قيادي في الأراندي عندما كان يعني من المرضي عليهم. الآن لما جاته القزولة من فوق والقايد صالح كلمه وقال له يعني كما يقول لك الناس سقم روحك، أو تبرى من بختي بالعايب. ليكن في علمك أنه يحيى ما عندوش صديق، ممكن بعد أسبوع يتبرى من مولود شرفي اللي هو أقرب صديق إليه، مثل ما تبرى من صديق شهاب. يعني تحدث حتى يعني اللي ميليتون تاع الأراندي، وقال لهم يعني يجب محاربة هؤلاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يعني هل أويحيى هو اللي في يده مفاتيح الخير؟ احنا شفناه يعني وين مر عمره ما كان يعني جاب بشرة خير للجزائر. يعني الآن هو يدعو يعني المقربين منه لمحاربة هؤلاء الذين يدعون إلى الفتنة بما فيهم هذا وزيره بالعين. أنا قلت لك أويحيى ما عندوش صديق، أويحيى رجل مهام قذرة، وهو نفسه يعترف يقول أنه هو رجل مهام قذرة، ولكنه مثل ما قلت أويحيى يطبق فكرة لا صداقة دائمة ولا عداوة دائمة. يشوف هو مصالحه بالدرجة الأولى، مصالحه بالدرجة الأولى، مصالحه بالدرجة الأولى. هذا هو. بارك الله فيك سي سعيد بن زديرة المستشار الإعلامي، نشكرك جزيل الشكر. كلمتنا من بريطانيا. نعود مباشرة إلى ركن الكاريكاتير وإليكم أهم الرسومات التي اخترناها لكم. تابعوا معنا.
نهاية قناة الصحف، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.